السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح ومهنيين وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا جيتكم وصفة اقتصادية سهلة سريعة جدا، ورايحين تتحصلوا على كمية لا باس بها غير بزوج حبات بيض بدون زبدة وبدون طابع ايضا، وراح تعطي لكم الله يبارك حتى ل 51 حبة تجي هشيشة وتذوب في الفم وذوقها ولا اروع. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة وتجربوها، وإذا جربتوها ما تنسوش تخلوا لي تطبيقاتكم وآرائكم، وما تنسوش أيضا تبارطاجيو لي الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم، هكذا باش تعم الفائدة وتكبر العائلة. وبلا ما نوصيكم تخلوا لي هكا جام وتعليق شباب كيما نتوما، فرجة ممتعة. بسم الله، نبداو على بركه الله. في ريسيبيو راح نحط 2 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يهمش انه الحجم نتاعهم يكون صغير كبير، المهم 2 حبات بيض. وراح نحط عليهم ايضا كاس الى ربع نتاع سكر غلاس، وكما تقدروا ايضا تعوضوه بسكر عادي، ولكن لازم يعني تخلطوهم مليح مليح حتى يذوبوا كامل هذوك الحبيبات نتاع السكر. ضفت ايضا رشه تاع الملح، وضفت ملعقه صغيره نتاع لافاني، وراح نستعمل ايضا هذا المستخلص نتاع الزبده، وكما تقدروا ايضا تستعملوا مستخلص نتاع نواه كوكو، راح يعطي له بنه هايله للحلوى تاعكم. شوفوا رفدت هنا الفوي، ما نستعملوا ني باتور ني والو، غير بالفوي خلطهم مليح مليح هذاك البيض مع السكر غلاس، يعني حتى يتجانسوا كامل المكونات هكا مع بعضهم. ومن بعد جبت نفس الكاس اللي عبرت به السكر، اللي هو يعني السعه نتاعو ترفد 220 مليلتر. راح درتو زيت عاديه نباتيه ضفتها. وضروري هنا دائما يعني في الحلويات اللي فيهم هكا الزيت نقول لكم خلطوا ايضا مليح مليح، يعني حتى هذاك الزيت كامل يولي ما يبانش هكا، ما يطلع لكمش هكا من الفوق. لازم تخلطوا مليح مليح باش من بعد كي نجي نشكل يعني نكور العجينه نتاعي ما تخرجليش الزيت وما تعبنيش. وزدت ضفت هنا 2 ملاعق كبار معمرين تاع الكونفيتور بذوق المشماش، يعني مربى تاع المشماش. وهذا المربى البنات يعني نوصيكم انكم تضيفوه، ما تنحوش في الوصفه باسكو يعطى له واحد البنه والهشاشه للحلوه هايله. جربوها وتشوفوا. هنا ضفت 2 ملاعق كبار معمرين ايضا نتاع نواه كوكو اللي هو جوز الهند، وكاس الى ربع نتاع المايزينا اي نشاء ذره. وبعد ما حطيت كامل هذو من المكونات راح نكمل نخلط مليح مليح البنات، يعني حتى يتجانسوا كامل المكونات. ومن بعد نحي الفوي، يعني خلاص مانيش راح نزيد نستعمله باش نضيف الفارينه ونشوف قوام تاع العجينه اللي نحتاجوها. ونبدا هنا نضيف الفارينه، يعني الدقيق الابيض، يعني بعد ما غربلتها. دائما انا الفارينه نتاعي اللي نستعملها في الحلويات او في المسكوتشو، او يعني نحاول نغربلها كزوج مرات. حطيت هنا باكي ونصف نتاع خميره تاع الحلويات. الباكي الواحد يوزن 10 غرام، والثاني يعني حطيت نص تقريبا هكاك واحد 5 غرام، كلش 15 غرام. ونبدا نلم هكا كيما راكم تشوفوا غير باصابع تاع يديا، يعني نضيف الفارينه ونلم. والعجينه هنا دائما يعني كل ما ندير لكم هكا الصابلي ولا اللي فيه الزيت نقول لكم ما تيبسوش العجينه، خلوها طريه، يعني ما تنشفوهاش باسكو لو كان تنشفوها راح تحصلوا على حلوه تكون يابسه. هذه هي ان شاء الله يا ربي فقط تاخذوا بعين الاعتبار كل النصائح اللي نعطيها لكم هكذاك باش تتحصلوا على نتيجه ولا اروع، خاصه للبنات المبتدئات. يعني نركز على البنات المبتدئات باسكو اللي مولفين كيخدموا الحلاوي يعرفوا كامل هذوما لي زاستوس. شوفوا هنا كي نتوشي العجينه بهذا اليد يعني ما تلصقش. شوفوا كيفاش خليتها، هذا هو القوام تاع العجينه اللي نحتاجوه. هاوليك واش راح ندير، نحط العجينه نتاعي في كيس بلاستيكي ونبدا نشكل فيها. انا جبت البلا حطيت فيه ورقه طاي، وراح نبدا هنا نشكل في الحلوه نتاعي. راح ندير هكا كويرات، وحتى في التشكيل نتاعها راهي سهله، يعني ما راش نستعملوا ني طابع ني والو. نرفد هكا شويه تاع العجينه ونبقى نكور فيها تقريبا هكاك الوزن تاع الكره 20 غرام. تقدروا تستعملوا ايضا الميزان، يعني توزنوا كامل العجينه نتاعكم ومن بعد تكوروها وتحطوها في البلا. انا يعني درت هكا مباشره ودرت يعني ميزاني، ما وزنت ما والو.
وشوفوا هنا البنات كي راني نكور في العجينه ما تلقتليش كامل الزيت، يعني هذا هو الغرض اللي قلت لكم قبيل، كي تضيفوا كميه تاع الزيت لازم وضروري تخلطوه مليح مليح حتى يولي هكا كامل ما يبانش. لو كان تخلوه يعني هكاك يعني تكونوا تكوروا فيها الزيت كامل يتلقى بين يديكم وتعذبكم في الخدمه. هذه هي بعد ما كورت كامل هنا الحبات نتاوعي تحصلت على 35 حبه ومازال الله يبارك، يعني ما شاء الله العجينه مازال. دوك نزيد نكملها. هنا جبت هاد الاداه هذه ولا يعني اي حاجه هكا باش ديروا هاد الثقبه تقدروا ديروه غير بصبعكم. نغطسوا هكا في الفارينه وندير هاد الثقبه هذه في الوسط باش من بعد راح نحشيها بالمربى نتاع المشمش. وفي هذه الأثناء أنا شعلت الفرن تاعي على أقصى درجة وغير نديها نحطها مباشرة يعني في الفرن، نقص لها على 180 درجة. والسر أيضا في العجينة نتاع الزيت أنها ما تحبش تطيب بزاف، يعني غير تشوفوا هكا بدات تصفر لكم من تحت طفوا عليها تحتاني وشعلوا عليها الفوقاني جوست دقيقة بركم، ما تخلوهاش حتى تحمر لكم من الفوق. أصلا العجينة نتاع الزيت تطيب على بياض. وهنا حبيت نوري لكم العجينه اللي بقات لي زدت كورتها وشوفوا الله يبارك، يعني حبسوا الفيديو وحسبوهم شحال من حبه خرجت لي 50 حبه ما شاء الله جاوني كبار. يعني الوصفه اقتصاديه وغير مكلفه، ومام يعني بالنسبه للبنات المبتدئات اللي جامي يعني خدموا كامل حلوه راح تجيهم هذه الوصفه بزاف بزاف سهله وسريعه تمتم توجدوها ان شاء الله يا ربي. فقط تجربوها، واللي جربتها ما تنساش هكا يعني تبعث لي التطبيقات نتاعها في صندوق الوصف. هنا بالنسبه للحلوه نتاعي بعد ما طابت هاي ليك شوفوا يعني الشكل نتاعها ما تغير ما والو. نسيت باش نقول لكم البنات يعني كي تكون هكا في الفرن الا شفتوا هذوك التقابي هكا بداو يعني يتسكروا عاودوا خرجوها من الفرن وعاودوا تقبوهم يعني باش فقط هذاك الشكل نتاع الثقبه يبقى. ومن بعد باش نلقاو وين هكا نديرو معجون تاع المشمش. شوفوا الله يبارك الكميه راني وريت لكم كلش ما خبيت عليكم حتى حاجه. هنا لحقنا للتزيين، عندي هنا جوز الهند اللي هو نواه كوكو، وتقدروا ايضا يعني بالنسبه اللي ما يحبش نواه كوكو تقدروا تستعملوا الكاوكاو يكون مرحي ومقلي هكا يكون في الخشين. كي تكونوا تزينوها يعني من الفوق واللي ديروا هكا من الداخل. هذوك زوج مغارف الكبار اللي درتوهم انا تاع نواه كوكو ثم تقدروا تعوضوهم بالكاوكاو يكون يعني حاولوا كيفاش كي ترحوه رحوه شويه رقيق على اللي ديروا هكا من الفوق للتزيين. هنا جبت علبه نتاع الكونفيتور يعني مربى تاع المشمش، ما درتش كامل هذيك الباطه خليت شويه باش نزين بها من الفوق. حطيته هكا في كاسرونه وزدت حطيت له ربع كاس نتاع ماء الزهر وراح نديه مباشره الكاسرونه تاعي يعني حتى توصل درجه الغليان ونطفي عليه ونجيبه ونبدا نحط هنا الحبات تاع الحلوه نتاعي يعني داخل هذاك الكونفيتور باش يتشربوا لي هكا شويه. ومن بعد نحيهم نحاول كيفاش نقطرهم ونرميهم مباشره يعني داخل هذاك النواه كوكو نرمدهم في النواه كوكو. وكما سبقت وقلت لكم تقدروا تعوضوه بالكاوكاو بالنسبه اللي ما يحبوش هكا نواه كوكو. هاي ليك هذا هو التزيين ايضا البنات خفيف ظريف وما شاء الله. شوفوا الله يبارك الحبه كيفاش نتحصلوا عليها. نحطها في الكيسات وانتوما ولا كنتو يعني دايرينها للدار فقط سي با لابين تستعملوا الكيسات. انا باسكو راني حنديها في يدي هكا نروح بها ضيفه. دوك انا نكمل كامل الحبات اللي عندي بنفس الطريقه ونعاود نولي لكم باش نكملوا لها التزيين. هنا درت شويه نتاع الكونفيتور يعني مربى تاع المشماش في لابوش بعد ما حطيت له هكا عطر نتاع الفراوله وتقدروا تخلوه هكاك وراح نعمر كامل هذوما التقابي وتكون حلوتنا لنهار اليوم واجده. اذا حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم اللي كانت عباره عن حلوه جافه بجوز الهند جات بزاف بنينه وطريه وهشيشه، والاهم انها سهله التحضير ومقاديرها اقتصاديه وبسيطه جدا. واش نقول لكم البنات حلوه راقيه من اروع ما يكون. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتدخلوا لي رايكم في التعليقات. شوفوا الله يبارك كي تتقسم يعني تقسمت معنا بكل سهوله. وفي الاخير نقول لكم بالك وتنسوني في الجام والبارطاج مع احبابكم واصدقائكم، ونشكركم بزاف بزاف على المشاهده وتهلاو في روحتكم وفي وليداتكم ومع السلامه.